السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدين؟ النهاردة ان شاء الله في عز الشتاء اللي احنا فيه ده هنعمل روتين خفيف كده مع بعض. اتمنى ان الفيديو بتاعي يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ياريت بقى ما تنسونوش بالله عليكم باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. وحشتوني والله. طبعا انا اسفة طبعا على تأخيري في الفيديوهات غصب عني. طبعا بدأت معاكم اليوم من أوله كده من بدري، من الساعة يعني يعتبر 6:30. كان الجو كده عندنا بيشتي. يعني أنا قاعد شوية صغيرين كده وبعد كده الشمس طلعت وكانت حلوة خالص ورجعت تاني. شتت تاني. هوريكم برضو يومي ماشي ازاي على طبيعته خالص. ما بحبش اصنع في فيديوهاتي او كده، بجيب لكم يومي يوم بيوم. يعني اللي بعمله في يومي بحطه لكم على الفيديو واوري لكم انا عملت يوم ايه، بشارك بس معاكم يومي. طبعا انا كنت جايبه كرنب كده من السوق، مسكته كده قطعته زي ما انتوا شايفين، وقلت اما اسلقه بدري كده، كان لسه طبعا الجو بدري، ما ينفعش انزل تحت دلوقتي في السكة اللي احنا فيها دي. فقلت اعمل حاجة يعني في ريحي على ما الدنيا، على ما الشمس كده تطلع والجو يحلو شوية. على ما سلقت الكرنب بقى ولميت المواعين وجبت الحاجات دي كلها وقلت اغسلهم على السطح كده في الشمس. مسكت المواعين دي طبعا غسلتها زي ما انتوا شايفين، وغسلت الحوامل بتاعت البوتاجاز كده. طبعا انا كنت عامله الصلصه من بالليل عليه، وكنت مخدعه يعني ومجهزه المحشي من بالليل، فكنتش غسلته بالليل. فقلت الصبح كده هلم كل حاجه واخدهم على السطح اغسل براحتي وادعكم براحتي كده على السطح كده وانا قاعده كده، وادعكم وانضفهم واخليهم فله بيلمعوا كده. هنا مسكت بقى المواعين دي غسلتها كده وحطيتها كده برضو في الشمس. على ما مسكت السطح اللي انتوا شايفينه ده مسكته برضو نضفته وكنسته وخليته مراية. وبرضو قلت اما اغسل اما انكش شوية رز ده هم في ريحي عشان انزل اغسلهم على طول واجيب المحشي الفه على طول. طبعا احنا كنا لسه بدري طبعا في الوقت ده، كانت حوالي لسه الساعة 8 كمان، بس كانت الشمس طالعة حلوة. وبعدها بشوية بعد ما خلصت لقيت الشمس يعني راحت والدنيا هتشتي تاني. انا كنت حاطه الجهاز ده كده ينش. طبعا هنا خلاص كنت كنست السطح ونضفته وخلصته، والدنيا كانت شتت برضو شويه زي ما انتوا شايفين كده، كان الجو اتغير وشتت شويه. وهنا بقى كنت خلصت المحشي وكنت جهزته. طبعا انا مجهزاه من بالليل. طبعا طلعت كيسين، اخر كيسين كده في الفريزر، والكرنب اللي انا سلقته ده حبيته برضو حطيته في الفريزر. طلعت يعني القديم وحطيت الجديد اللي انا جايباه. بس هنا خلاص طبعا لفيت المحشي وكان فاضل شوية فرط كده، كنت هحطهم في الحلة عشان اعلقه برضه عليهم. وكنت طبعا نزلت طيبت المحشي اللي انا لفيته. وده طبعا البطاطين والحاجة حطيتها برضه في ريحي كده على ما اخلص اللي ورايا. وده طبعا المحشي كان خلاص استوى معايا، وكنا اتغدينا وخلاص وخلصت اللي ورايا تحت. وطبعا المطبخ هنا كان انجلب بقى بعد ما خلصت ما خلصت على السطح وكده. رجعت تاني مسكت المواعين. طبعا يومي ماشي زي اي واحدة عادية في بيتها. وطبعا الشغلة البدرية منسية زي ما انتوا شفتوا كده، انا عملت حاجات قد ايه وكان لسه الظهر ما ادنش. طبعا انا خلصت المحشي ده بعد الظهر وطيبته واتغدينا وخلصت اللي ورايا تحت برضه، نزلت الطيور وخلصت كل اللي ورايا. طلعت هنا بقى، كنا هنا بقى بعد العصر، يعني تقريبا كده كنا في وش المغرب. قلت برضه اشطب شقتي كده عشان اضلمها. طبعا شقتي كانت نضيفة، كلها كانت نضيفة، يعني ما كانش فيها الا المطبخ. مسكت غسلت شوية المواعين اللي كان فيه، ما كانش في مواعين ياما ولا حاجة، كلها اصحن وكوبايات زي ما انتوا شايفين معايا. ما كانش فيه حلل ولا حاجة، لان بصراحة كنت غسلت الحلل فوق على السطح. من مكان بالليل يعني مسكت الحلل كلها ومسكتها مرطها كده حلو على السطح، وده كانت كوبايات وصحن فمسكتها غسلتها على طول. وطبعا الكرنب ده انا سلكته كده وعبيته بالليل. طبعا انا سلقته كده وسبته براحته خالص. بعد ما خلصت خالص يعني وانا قاعده بالليل كده مسكته كده قطعته. وعبيته في الاكياس كده حطيته في الفريزر بالليل بقى بعد ما برد خالص وخلصت اللي ورايا. كنا حوالي كده بعد العشاء مسكته كده قطعته. وعبيته كده في كيسين وحطيته في الفريزر.
بس هو ده يومي، حبيت اجيب لكم برضو يومي ماشي ازاي، حبيت اشارك معاكم الفيديو. اتمنى ان الفيديوهات بتاعتي كده تكون بتعجبكم، وتكونوا بتستمتعوا كده وانتوا بتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي. وطبعا معلش سامحوني لو كنت بتأخر عليكم في تنزيل الفيديوهات، انا اسفة طبعا. وان شاء الله هحاول انزل معاكم لو كل يوم حتى، لو كل يومين حتى فيديو. اعذروني، ما عادش اتاخر عليكم للدرجه دي. غصب عني والله النت كان ضعيف عندنا خالص، ما كانش بينزل فيديوهات. بس هنا خلاص طبعا خلصت الحوض شطبتهم، كانوا شويه مواعين يعني صحن وكوبايات وحاجات من ديت، ما خدوش معايا وقت ولا حاجه، غسلتهم كده بسرعه. ومسكت الحوض برضو دعكته وغسلته. وطبعا الفوطه اللي بتشتغلي بيه لازم بعد ما تخلصي مطبخك لازم تشطبيها كده على طول في ريحك على طول، بتنضف معاك على طول وبتبقى مرايه. هتحطها بقى كده تنشف وخلاص. والبوتاجاز مسكته اديت له تلميعه نظيفه كده وظبطته من تحت ومن فوق، وخلته زي ما انتوا شايفين كده بيبرق. وغسلت برضو تاني الحوامل، يعني غسلت الحوامل مرتين في اليوم. الأول مرة اللي أنا كنت غسلاها فوق على السطح، لأن بصراحة كنت عاملة تغدعة وحاجات من دي بالليل، فكانت عايزة دعكة معتبرة، فكنت واخداهم فوق على السطح ومسكت بقى مرطهم حلو. بس كده خلص الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى إن الفيديو يكون عجبكم كده، واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.